الدولة المصرية القديمة كانت دولة موحدة ولا دولة كافرة؟ وكمان ايه حكاية ال 2800 إله؟ يعني دولة مشركة هي اللي عملت العظمة اللي العالم كله شايفها دي؟ طب لو افترضنا انهم كانوا مؤمنين، ايه الديانة اللي كانوا بيتبعوها؟ وليه مصر اتسمت أم الدنيا؟ ومين اللي سماها الاسم ده؟ واشمعنى هي يعني بالذات اللي تبقى أم الدنيا؟ سيبك من أي حاجة سمعتها قبل كده وخليك معانا نقطة ومن أول السطر. عمرك سألت نفسك هي ليه مصر الحضارة بتاعتها ما اتدمرتش زي حضارات كتير؟ طب لما بتشوف كل يوم اكتشافات وأسرار جديدة، ما جاش في بالك الناس دي عملت كده ازاي؟ أنا يعني لما فكرت في الموضوع ده أول حاجة جت في بالي الآية الكريمة اللي بتقول: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومعنى الآية الكريمة إن أي باطل إلى زوال، وإنه ما بيعيش في الأرض غير الحق والنافع للناس. انت لو حاولت تدور عن اي اثر لاثار فرعون موسى مش هتلاقي، لان ربنا قال في القران الكريم ان اثار فرعون وقومه اتدمرت لانها كانت دوله كافره يعني باطل. وكانت الاجابه الوحيده المقنعه عن بقاء الحضاره المصريه ان الدوله المصريه القديمه ما كانتش كافره ولا حاجه، ولا كان عندهم 200 اله، وان الفكره اللي اتصدرت لنا وبالقصد وصدقناها لسنين طويله كانت فكره غلط. الكلام ده من علماء اثار مصريين واجانب، يعني كمان مش مسلمين. يعني عندك مثلا الدكتور نديم السيار قال في كتابه القدماء المصريين أول الموحدين إن الفرنسي شامبليون اللي قدر يفك رموز حجر رشيد قدر يعرف من خلال الرموز إن مصر القديمة كانت أمة موحدة، وإنهم تعمقوا في التوحيد للدرجة اللي خلتهم يعرفوا إن الروح أبدية، وكمان يؤمنوا بالحساب والعقاب. أما بقى العالم الفرنسي مانويل دوغجيه قال إن التوحيد في مصر القديمة كان كائن سامي ووجد من تلقاء نفسه أبدي وأزلي. مش بس كده، ده قال كمان إن عقائد المصريين القدماء مفروض تتحط في أشرف وأكرم مكان بين عقائد العالم القديم. أما بقى عالم المصريات البريطاني واليس باتيك اللي اشترى بردية أني وبعد كده هربها لبريطانيا قال إن التسابيح الموجهة لله الواحد كانت بتتسمع في وادي النيل قبل 5000 سنة، وإنهم كانوا بيؤمنوا بإله واحد خالق البشر وكل المخلوقات. أما العالم المصري أحمد باشا كمال فعمل محاضرة عن عقيدة التوحيد في مصر القديمة سنة 1907. قال إن عقيدة التوحيد والإيمان بإله واحد كانت معروفة ومسلم بيها عند المصريين القدماء، يعني حاجة كده مش محتاجة مناقشة. وقال إن من النصوص اللي لقوها في ورق البردي إن الله واحد لا ثاني له، يودع الأرواح في الأشباح، أنت الخالق تخلق ولا تخلق، خالق السماوات والأرض. وقال كمان اللي أكتر من كده، قال إن عقيدة المصريين القدماء بتتشابه لحد التطابق مع اللي جه في الإسلام والقرآن الكريم. انت اكيد دلوقتي هتقولي كل الكلام ده جميل، بس ايه الاثبات؟ بص يا سيدي، الدكتور وسيم السيسي قال في كتابه المسكوت عنه في التاريخ ان كلمة دين كانت موجودة في اللغة المصرية القديمة، وانها بتتكون من مقطعين: ديو ومعناها خمسة، وحرف النون اللي معناها العقيدة او الشعيرة اللي هي مفرد شعائر، وان الكلمة كده كلها على بعضها معناها العقيدة الخماسية او الاركان الخمسة للدين اللي هم التوحيد والصلاة بعد الهدوء والصيام والزكاة والحج. ده كده أركان الإسلام الخمسة، وأول ركن هنتكلم عليه التوحيد. في كتاب الموتى، وده أقدم كتاب للقدماء المصريين، والكتاب ده عبارة عن مجموعة من النصوص الدينية ما كتبهاش حد واحد بس، ولكن كتبها كذا حد وعلى مر قرون. مكتوب فيه مناجاة لله سبحانه وتعالى بتقول: أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. ومكتوب كمان باللغة المصرية القديمة: وعوعو نون سنو، واحد أحد ليس له ثاني. أما بقى كلام الإله نفسه عن نفسه في كتاب الموتى فبيقول: خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. أما في متون الأهرام، ومتون الأهرام هو برضو مجموعة من النصوص الدينية وتعتبر أقدم نصوص دينية موجودة في العالم. ومتون الأهرام مكتوب على هرم أناس، والملك أناس هو آخر ملوك الأسرة الخمسة. ومكتوب على متون الأهرام: أنا الإله واحد أحد منجد نفسي بنفسي وليس مثلي أحد. زي ما انتم شايفين النصوص توحيدية خالصة. نيجي بقى للركن الثاني اللي هو الصلاة. موجود جدارية للملك مينا وهو رايح البردو اللي هو مكان الوضوء، ووراه خادمة شايلة ليه أبريق مية وتشبشب اللي هو الشبشب. وصلاتهم كانت زي المسلمين بالظبط، صفوف ورا بعضها، وبيصلوا ورا واحد بيسموه اللي هو الامام. ولو بصينا للصوره اللي معروضه دلوقتي هتفكرنا بالايه الكريمه اللي بتقول: ويخرون للاذقان سجدا. السجود واضح في الصوره انه على الدقن مش على الجبهه. نيجي بقى للركن الثالث اللي هو الصيام. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب هم مين اللي كانوا قبلنا وصاموا زينا؟ كلمه صوم هي كلمه من الكلمات المصريه القديمه، وبرضه بتتكون من مقطعين: صاو ومعناها امتنع، حرف الميم معناه عن، يبقى الكلمة على بعضها امتنع عن. والصيام عندهم كان فريضة بتتغفر بيها الذنوب، والصيام كان بيبقى عن الأكل والشرب والنساء، وكان الصيام بيبدأ من شروق الشمس لحد الغروب. وما تتصدمش لما أقولك إن الصيام بتاعهم كان بيبقى لمدة 30 يوم كاملين، يعني شهر كامل، وبعد الصيام ما يخلص كان بيبقى فيه عيد لمدة يومين.
الركن الرابع بقى اللي هو الزكاة، وكانت عند القدماء المصريين اسمها الماعون، مع إضافة حرف النون اللي اتفقنا إن معناه العقيدة هتبقى معون. طب ما فكرتكش بحاجة دي؟ ويمنعون الماعون. وابن كثير ألف تفسيره للقرآن الكريم إن كلمة معون معناها الزكاة. نيجي بقى دلوقتي لآخر ركن اللي هو الحج. في اللغة المصرية القديمة موجود كلمة حج آز اللي هي الحجاز، وكلمة حج معناها النور أو الضياء، وكلمة آز معناها ارتحل إلى أو توجه إلى. يبقى معنى كلمة الحجاز هو ارتحل أو توجه إلى النور أو الضياء. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جعل الحج ضياء. وقال القفتي في أخبار العلماء إن سيدنا إدريس عليه السلام بنى 140 مدينة خارج مصر في رحلته للشرق، وكانت أول قرية يبنيها هي مكة أم القرى. كده عرفنا هي اتسمت أم القرى ليه، لأنها كانت أول قرية بناها المصريين خارج بلادهم. وكان الأنبياء من بعد سيدنا آدم بيحجوا ليها زي سيدنا إدريس وسيدنا نوح. ومحدش يقول لي إن سيدنا إبراهيم هو اللي بناها، سيدنا إبراهيم أعاد بنائها مع سيدنا إسماعيل. والكلام ده بقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم. قال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. معنى الآية إن البيت الحرام كان موجود من سيدنا إسماعيل رضيع. والدكتور لويس عوض قال في كتابه مقدمة في فقه اللغة العربية إن أصل كلمة كعبة جاية من كلمة مصرية قديمة وهي كعبة، وبعد كده اتحولت في اللغة العربية لكلمة كعبة. وفي أنشودة كتبها حور محب، وده صاحب أول قانون لحقوق الإنسان، بيقول فيها التحية لك أيها القمر الذي يتفحص الحجيج. وده بيوضح الارتباط القوي جدا عندهم بين القمر وشعيرة الحج. وكلنا عارفين إن الشهر القمري هو اللي بيبني عليه العبادات. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. تعرف إن كمان ملابس الحج عندهم ما اختلفتش كتير عن دلوقتي. ملابس الحج عندهم كانت عبارة عن إزار أبيض قصير بيتلبس لحد الكتف. وكمان كان من طقوس الحج عندهم ذبح الأضحية، والأضحية كانت عبارة عن طور أو بقرة. أمال ال 2800 إله دول حكايتهم إيه؟ كل الآلهة اللي موجودة في الحضارة المصرية القديمة دي ما كانتش آلهة ولا حاجة، هم كانوا عبارة عن أشخاص بيبجلوهم ويقدروهم، وكانوا بيعتبروهم تجليات الإله الواحد على الأرض. وكانوا بيطلقوا عليهم كلمة نتر اللي اتحرفت وبقت معناها إله. وعايزة أقول لك بس كده في الأول قبل ما نتعمق في الجزئية دي إن كلمة نتر الموجودة في الحضارة المصرية القديمة مش معناها الإله خالص، ولكن معناها تجليات الله على الأرض، يعني الوسيط بين الله سبحانه وتعالى والبشر العاديين. من ضمن أسماء الآلهة المذكورة عندهم أتوم وأوزوريس ونوح. أتوم تعريفه في العقيدة المصرية القديمة إن هو أحد تجليات الخالق، وكمان أول من نزل على الأرض، واللي بيقابله بنفس المواصفات في العقيدة الإسلامية هو سيدنا آدم. واسم أتوم معناه التام، وطبيعي جدا إنه يبقى تام لأن ربنا اللي خلقه بإيده ونفخ فيه من روح. وتعريف أوزوريس في العقيدة المصرية القديمة إن هو أول من علم الناس الكتابة بالقلم، وكمان علمهم لبس الملابس المتخيطة، وقسم الفصول وعمل التقويم الشمسي وعلم النجوم. وكل العلوم دي في الإسلام تنسب لسيدنا إدريس. أما بقى تعريف نوح عندهم إن هو إله الماء والفيضان ومنقذ البشرية. وعندنا في الإسلام معروف إن سيدنا نوح هو صاحب الطوفان. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا إن الحضارة المصرية القديمة ما كانتش حضارة كافرة ولا حاجة، وإن القدماء المصريين كانوا ناس مؤمنين وموحدين بالله، عايزين نعرف إيه العقيدة اللي كانوا بيتبعوها أو إيه الدين اللي كانوا بيتبعوه. ديانتهم كانت الصابئة، والصابئة دي هي أول ديانة توحيدية تنزل على الأرض، ونزلت على سيدنا آدم. كده بقى عرفنا هي ليه مصر اتسمت أم الدنيا. أول من قال عليها الاسم ده كان سيدنا نوح، قال أم الدنيا أو أم البلاد وغوث العباد. ما هو لما يبقى سيدنا آدم نزل على أرضها يعني بداية البشرية كانت فيها، ويبقى برضو على أرضها أول نزول ديانة توحيدية، يبقى من الطبيعي جدا والمنطقي إنها تبقى أم الدنيا. ودكتور زاهي حواس قالها بشكل صريح إن مصر هي الدولة الوحيدة في الدنيا اللي عرفت التوحيد، وإن الإله في مصر كان واحد لا شريك له. هذه الحضارة قبل الأديان. نعم. وبالتالي مصر هي الدولة الوحيدة في الدنيا اللي عرفت التوحيد، وبالتالي احنا من 3000 سنة احنا المصريين اللي وحدنا الأديان كلها وقلنا ان هناك إله واحد. ومن الناس اللي بتأكد الكلام ده وان بداية الدين اصلا كانت من على ارض مصر الباحث رامي نبيل، واللي خرج علينا ببحث يعتبر ثورة علمية حقيقية بتعيد كتابة التاريخ من اول وجديد. ونحن نقول ان كل البلاد عرفت الدين الا مصر عرفها الدين، وما حملت امة رسالة نبيها وأوصلتها كلها أو بعضها لسكان المعمورة جميعا إلا الأمة المصرية. وعايزة أقول لكم في نهاية الحلقة إن دين الله واحد من بداية الخلق لحد نهاية الدنيا. ما تنسوناش بقى سبسكرايب ولايكس كتير، ولو مش هنتعبكم يبقى شير.